أهلاً بيك في أسرار مع كليو، المكان اللي بنرجع له لما نحتاج نسمع نفسنا، نقعد شوية مع أفكارنا ونواجه أحاسيسنا بشجاعة. في الحلقة دي هتكلم عن صدمة من الطفولة، إزاي الإحساس بالذنب بيشكل الطفل، صراع الهوية، أنا فين بين الثقافات، السكوت بيأثر على تقديرنا لنفسنا إزاي، الحب والمجهود، هو في حب من غير مدح من غير شروط. كالعادة الكلام هيبقى صادق مش مثالي، وممكن يكون واجع شوية، بس يمكن الوجع ده هو أول خطوة في التغيير. لو الكلام لمسك اكتبلي في الكومنتات، شارك الحلقة مع حد محتاج يسمعها النهاردة، واشترك في القناة علشان ما يفوتكش ولا فصل من الحكاية. نسر وذنب ونهاية البراءة. كنت يمكن عندي 4 سنين أو 5، السن اللي فيه الطفل بيكلم العالم، يكلم اللعب، يكلم السحاب، يكلم خياله. وفي يوم جات لي هي باميلا، أول عروسة بجد، بيبي بورن، بشعر أشقر ناعم وبق صغير عامل زي الإعلانات، ولبس شكله كأنه طالع من مجلة، حتى كان عندها إكسسوارات. بالنسبة لي كانت بنتي، لبستها، سرحت لها شعرها، حكيت لها حواديت، ما كانتش لعبة، كانت أول إحساس عندي بالقرب. خدتها معايا في كل حتة، حتى اليوم ده طلعتها البلكونة، فرشت لها بطانية صغيرة وقلت لها همسا هرجع لك حالا، ودخلت ثواني ونسيتها. تاني يوم ما كنتش موجودة، دورت عليها. في الأول كنت متحمسة، بعدين بدأت أتوتر، ورا قصار الزرع، تحت الكرسي، بين الحديد. بس باميلا كانت اختفت، خلصت، اختفت كأنها ما كنتش. جريت على ماما، صوتي بيترعش، قلبي في زوري، وهي قالت لي بكل بساطة: أهو ذنبك، يمكن نسر أو غراب خدها. نسر أو غراب؟ في خيالي الصغير شفت طيف أسود كبير بيهجم من السما، يشيل باميلا ويطير بيها بعيد، وأنا كنت السبب. عشان ما خدتش بالي، عشان نسيت، عشان زي ما باين ما قدرتش أحمي حتى لعبة بلاستيك. عيطت بس مش كتير، لأن ما حدش حضني، ما حدش قالي عادي، ما حدش ساعدني أدور. اتعلمت الخسارة بتتحملها لوحدك وحدك، وغالباً بتكون ذنبك. باميلا كانت ملجئي، مكان آمن صغير، كائن في حياتي ما بيقيسنيش، ما بيصححنيش، ما بيحكمنيش. وبعدين راحت واختفت بكلمة واحدة: نسر خدها. لحد النهاردة مش عارفة إذا كانت بتهزر، ولا كانت مش فارقة معاها، ولا كانت بتحاول تربيني. بس اللي فهمته وقتها أنا الغلطانة. دلوقتي أنا عارفة في اللحظة دي ضعت مني حاجة مهمة، ثقتي في الدنيا، مش بس في العالم، في اللي المفروض يشيلني لما الدنيا تقسى. العروسة دي ما كانتش لعبة، كانت أول محاولة مني أحس إني منتمية، إني بدي، إني بتعلق. ومع اختفائها راح أول فهمي للحماية، الونس، الحب. كنت عندي 5 سنين، وفجأة بقيت عارفة لو بتحب لازم تخاف، عشان لو سبت النسر ياخده. ويمكن على البلكونة دي في اليوم ده فكرت لأول مرة الحب مش دايم، ولو ضاع منك يبقى غلطتك. ولو انت كمان وانت صغير ضيعت حاجة، مش بس لعبة، حاجة جواك، ومحدش شاركك حزنك، محدش قالك أنا حاسس بيك. فأكيد عارف الوجع ممكن يكون ساكت، بس الفراغ اللي بعده صوته بيصم. ما كنتش غبية، كنت ساكتة، وفي فرق ناس كتير ما فهمتوش. لما جيت فيينا ما ضيعتش بس لغتي، ضيعت معاه جزء مني. كنت في مصر، دخلت المدرسة، بعرف أكتب، أقرأ،
أحسب، وكنت فخورة. وبعدين لقيت نفسي واقفة في فصل محدش فيه فاهم كلامي ولا أنا فاهمة كلامهم. ما كنتش صفحة فاضية، كنت كشكول مليان بلغة محدش هنا بيقراها. في النمسا رجعوني سنة ورا، مش علشان ما بفهمش، لكن علشان قالوا إني مش بفهم. وبقيت فجأة الأجنبية اللي ساكتة طول الوقت، اللي قاعدة في الآخر وعينيها كبيرة. بس ولا حد سأل نفسه أنا شايلة إيه جوايا؟ عندي كلمات قد إيه؟ عندي صور، حكايات. ما كنتش غبية، كنت جديدة، جديدة على اللغة، جديدة على النظام، جديدة في عيون الناس. موسيقى ناعمة، كمان هادي. فاكرة الفسحة الكبيرة، بحر من العيال، صوت عالي، هزار غريب صعب يتفهم. في النص كان في صندوق لبن كاكاو، لبن فانيليا. كلهم خدوا وشربوا وضحكوا كأنه عادي. أنا عملت زيهم، مديت إيدي على لبن الفانيليا، بس قبل ما ألمس الزجاجة لقيت النظرة، الصوت، العقاب. خدت حاجة واضح إنها مش ليا، مش علشان سرقت، بس علشان معرفتش القواعد اللي محدش بيقولها. فاكرة الإحساس، خليط غريب ما بين خجل ودوخة. واكتشفت هنا كل حاجة ليها نظام مختلف، وأنا مش ماشية عليه. ما اتعلمتش بس ألماني، اتعلمت أنا غير، وغير معناها غلط. بعد الحصة أنا وأخويا كنا بنقعد شوية كمان، العيال تمشي وإحنا نقعد. كان اسمه درس تقوية ألماني، بس بالنسبة لي كان مكان صغير وهادي، ركن أرتاح فيه، مكان محدش بيقولي إني غلط. المدرس اسمه كان الأستاذ كي، صوته هادي، أسلوبه ناعم. ما كانش بيشرح قواعد اللغة وبس، كان بيشرح الصبر. معاه كنت بقدر أغلط من غير خوف إني هتضحك عليا. وفي يوم كنا بنتفرج على فيلم The Naked Gun، المسدس العاري. ما فهمتش كتير، بس فجأة جملة علقت في دماغي: Ich muss töten، لازم أقتل. عارفة، مش أحسن جملة أولى ولا أذكى اختيار ولا أكتر حاجة مناسبة، بس كانت أول جملة كاملة ليا بالألماني، فاعل وفعل. وساعتها كنت فخورة. جريت على ماما وقلت لها بحماس: Ich muss töten، Ich muss töten. ماما اتجمدت وأنا ضحكت. ما كنتش أعرف إن الكلمات ليها معنى حتى لو أنا ما بفهمهوش لسه. دلوقتي عارفة الجملة دي ما كانتش بس محاولة لغة، كانت خطوة، كانت تعثر. وبداية بدأت أفتح أبواب اللغة، كلمة بكلمة، جملة بجملة، صوت بصوت. مش علشان حد قال لي اللغة مهمة، بس علشان حسيت إن دي الطريقة الوحيدة اللي هرجع بيها لنفسي. ما كنتش غبية، كنت بس ساكتة، حذرة وجديدة. ويمكن أنت محتاج الكلام ده دلوقتي. لو فاكر اليوم اللي اتسكتت فيه غصب عنك وحد يفتكر سكوتك أضعف، فأنا بقولك أنت ما كنتش أقل، أنت كنت بس مش مسموع. وكل صوت ساكت شايل جواه حكايات، بس محتاج حد يسمع. ما بين المدح والمسطرة، أبويا، القواعد، وأنا. من وأنا صغيرة فهمت إن اللغة مش بس وسيلة تواصل، اللغة كانت نظام، سيطرة، توقع، كانت قوة. وفي بيتنا القوة دي كانت لواحد بس، أبويا. كان مؤمناً بالانضباط، بالنظام، بالعلم، وأكتر حاجة باللغة. اللغة كأنها مفتاح العالم ومفتاح القبول من الناس. كان مؤمن بده بإصرار، ما بيسمحش بغير الصح، مش الإحساس، التحليل، مش السؤال، التصريف.
بعد المدرسة ما كانش فيه حكايات، كان فيه تحليل الجمل، تصريف الأفعال، تمرين على الحالات الأربع: نوميناتيف، جينيتيف، داتيف، أكوساتيف. كأنها ترنيمة كنت بحفظها وأنا لسه معرفش يعني إيه تعاطف. كتبت صفحات فيها تكرار: داي بوبي، داي بوبي، دير بوبي، دير بوبي، دي بوبي. ما كتبتهاش من حب، كتبتها لأنه طلب كده، لأني لو ما عملتش كده هبقى خيبت أمله. الغلط ما كنش بس غلط، كان فشل. وبكده اللغة عندي ما بقتش جسر، بقت امتحان. كل جملة كانت اختبار، كانت خطر. اتعلمت أوزن كل كلمة قبل ما أقولها. ما كانش السؤال أنا عايزة أقول إيه، السؤال كان هقولها إزاي، علشان الطريقة كانت هي اللي بتحكم على قيمتي. النهاردة بعد سنين أنا بشتغل بالكلمات، بحبها، بشكلها، هي شايلاني، بس لسه جوايا منه حاجة: ودنه اللي عمرها ما كانت بترحم، المسطرة اللي في دماغه، نظرته اللي عمرها ما فرحت بس دايما كانت بتقيم. وأيوة، أنا مدينة له بكتير: حسن نحوي، طاقتي، أمان لغتي، كل ده منه. بس اللي كنت محتاجاه وقتها ما كانش صح، كان برافو، نظرة ما تصلحنيش، صوت يقولي أنا فخور بيكي من غير شرط. كنت أتمنى إن الغلط ما يبقاش معناه إني خيبت أمله. كنت أتمنى إن خوفي من إني مش كفاية ما يتأكدش بعد كل إملاء. كنت أتمنى إن اللغة تكون كمان دفة، مجرد جملة بسيطة: أنا شايفك، مش بس لما تعملي كل حاجة صح. النهاردة عارفة إنه حبني بطريقته، باللغة اللي هو كان يعرفها: الصرامة، النظام، الانتظار، وبحترمه على ده. بس كمان بزعل على البنت الصغيرة اللي كنتها، اللي ما كنتش عارفة هي محبوبة ولا بس ناجحة. كنت دقيقة، سريعة، ذكية، بس كنت وحيدة. في كل الجمل الصح كان ناقصني كلمة واحدة كانت ممكن تحضني: أنا فخور بيكي. ولو النهاردة بتصحح لحد، اسأل نفسك: بتعمل كده علشان تساعد ولا علشان تحكم؟ ولو انت كنت طفل زيي مسطرة في دماغك والمدح بيجي نادر، فأنا جاي أقولك: انت كنت دايما أكتر من غلطاتك، وانت كنت صح حتى لو لغتك ما كانتش كده. يمكن لقيت نفسك في كلمة من كلماتي النهاردة، ويمكن كان لحظة هادية بس لسه صوتها بيرن جواك. مهما كان اللي أخدته معاك من الحلقة دي، شكراً إنك كنت موجود، شكراً إنك سمعتني. لو حابب احكيلي إيه اللي حركك، إيه اللي لمسك، سواء في كومنت، في رسالة، أو حتى بينك وبين نفسك. يا ترى في رفض جواك بيستنى تقوله نعم لنفسك؟ سيبلي تقييم للحلقة أو كلمني على إنستجرام وقولي إيه لشغلك دلوقتي. أنا بجد بحب أسمعكم. ولو تعرف حد ممكن يحتاج يسمع الكلام ده النهاردة، ابعتله الحلقة. هنرجع نحكي تاني في اللقاء الجاي هنا على الكوتش بتاعنا، في كوتش جيف اليوستر مع كليو.